شادي، عندنا اسئله كتيره قوي النهارده. يلا جاهز؟ جاهز، يلا بينا. طيب انا عايزه ابدا. دايما عندي سؤال محيرني، انه ازاي لو ربنا كان موجود عادي في السماء وخلق الملائكه وكلهم صالحين ويعني مفيش شر، ازاي بقى جه احساس لابليس ان هو يعني في احساس غرور او ان هو عايز يتكبر؟ ازاي جت موضوع الشر ده؟ يعني هو هل اتخلق ابتدى منين بالظبط؟ اوكي، هنيجي لموضوع ابليس ده. نقطه كويسه ان انت يعني يمنشن على موضوع ابليس. في فكرتين وكانوا منتشرين جدا بالذات في وقت اليونانيين. اوكي، فكره اسمها الفيتاليزم او القدريه. يعني حتى احنا في الايام ديت لما حد مثلا يحصل له مشكله معينه، حد مثلا من العيله يجي له كانسر مثلا، بعدين حد صاحبك يجي يعزيك كده وطبطب عليك يواسيك، فيقول لك ربنا يعني ربنا كان يعني ربنا ليه يعني ربنا سمح بيه، وكأنه عايز يقول انه كأنه ربنا سمح بيه، بس هو بصوت واطي كده كأنه ربنا عايزه. فهي القدرية دي، فكرة القدرية ان ربنا عايزه. وانا عايز انسف الفكرة دي تماما قبل ما حتى اجاوب على السؤال. ربنا ما عندوش شر. في ميخا اعتقد اصحاح 6 بيقول آية جميلة جدا، بيقول لكي تعلموا إجادة الرب. إجادة الرب، هو ما عندوش حاجة يعني وحشة، ما بيعرفش يعمل حاجة وحشة، هو كويس قوي. فالفكرة دي بليز خلينا ننسفها خالص. ربنا ما كانش عنده شر، ربنا ما صنعش شر، ربنا مش شر. اوكي، فلو ربنا سمح بيه مش معناها ان ربنا كان عايزه. اوكي، ربنا لا يريد الشر لاي حد، ففكرة القدرية دي مش موجودة. اوكي، في فكرة تانية اللي هي الدواليزم، اللي هي الفكرة السخيفة دي، انه في ربنا بتاع الخير وفي ربنا بتاع الشر. ولما حصل الكانسر ده فكأنه ربنا بتاع الشر انتصر على ربنا بتاع الخير، وما عرفش يعني في المعركة دي انتصر على حاجات تانية قبل كده، بس في المرة دي فلتت فربنا بتاع الشر جاب الكانسر لحد ومعلش بقى ربنا طلع من فوق، فبيقول لهم يا جماعة ربنا معاكم، أنا شايفكم من فوق، تقووا يعني ربنا يعينكم، وسايبنا من فوق وإحنا بقى بنلعب مع إبليس ونشيل الشر بنفسنا ونشوف هنعمل إيه في القصة دي. الفكرتين دول مش مظبوطين تماما. أوكي، ببساطة لما الله خلق الإنسان من الأصل في تكوين واحد، الفكرة الأصيلة الأساسية الأصلية، لما ربنا خلق الإنسان قال أنا خلقتهم على شبهي، خلق الإنسان ذكرا وأنثى على شبهي. الله خلق الإنسان وعنده قدرة إنه يختار الخير ويختار الشر. هو كان عارف من الأول إنه في ناس هتختار الشر. ربنا مش عايز حد على فكرة يختار الشر. يعني مثلا أنت قلتي لي على موضوع إبليس مثلا، لما تقرأ عنه مثلا في حزقيال 28 أو في أشعياء 14، عايز أقول آيات معينة في أشعياء 14 عدد 12 ل 15. اسمعوا الآيات دي عن إبليس. كيف سقطت من السماء يا زهرة بنت الصبح، كيف قطعت إلى الأرض يا قاهر الأمم. اسمع، وأنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي فوق كواكب الله، وأجلس على جبل الاجتماع في أقاصي الشمال، أصعد فوق مرتفعات السحاب، أصير مثل العلي، لكنك انحدرت إلى الهوية إلى أسافل الجب. بص الأفعال دي، أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات، أرفع كرسي، أجلس على جبل الاجتماع، أصعد فوق، أصير مثل العلي. كل دي أفعال إرادية طالعة من إبليس، ربنا ملوش علاقة بيها. ربنا لما خلق الإنسان بنفس الفكرة بالظبط، خلقه عنده إرادة وعنده قدرة وقابلية، لأنه إنسان، جزء من إنسانيته إنه إنسان، إنه عنده قدرة وقابلية إنه يختار الخير ويختار الشر. في ناس اختارت الشر زي ما هتلر مثلا موت 6 مليون واحد، ملوش علاقة بربنا. ربنا مش شر، ده إنسان بإرادته الحرة اللي ربنا خلقه بيها صنع الشر بأخيه الإنسان، منه إبليس. وربنا مش عايز حد على فكرة يعني يعمل الشر، هو مش عايز حد يعمل الشر، بس ما يقدرش يجبر حد انه يختار الخير بالعافيه. اخلاقيا حتى ما تنفعش، عكس ارادته، لانه خلق انسان حر، عندك قابليه انك تختار الخير والشر بارادتك الحره، ولو تدخل يبقى انت مش حر. يعني في التثنيه 30 مثلا عدد 19 يقول كده: اشهد عليكم اليوم السماء والارض قد جعلت قدامك الحياه والموت، البركه واللعنه. هو بيقول لك هنا فاختار الحياه، بس انت اللي محتاج تختار لكي تحيا انت ونسلك. هو ما يقدرش يجبرك انك تختار الحياه، هو بيقول لك في خير وشر، في حياه وموت. هو مش عايزك تختار الشر، بس ما يقدرش يجبرك انك تختار الشر. لازم انت بارادتك الحره، عشان يحترم الصناعه الالهيه اللي هو عملها في الانسان، انه يختار انك انت تختار الحياه وتختار الخير. هو مش عايز لك شر، بس انت اللي بتختار في الاخر.
فالشر جاي او نبعه مصدره جاي من انه الانسان بيختار انه يعمل شر. واحنا عارفين على فكره القصه دي، احنا بنسال السؤال ده واحنا عارفين. يعني الحروب اللي بتحصل مثلا ما بين روسيا واوكرانيا، الحاجات اللي بتحصل في غزه، ده من طمع الانسان، ده من الشر اللي ناتج من الانسان. انا عايز اخد اللي عندك، انا عايز اخد الموارد اللي عندك، انا عايز اخد ارض اكبر. لما يكونوا 2 بارتنرز في الشغل او شركاء، وحد يسرق التاني او حد يظلم التاني او ده شر. ده ملوش علاقه بربنا، ده انسان قرر انه يصنع شر باخيه الانسان، لانه الله حط الاراده دي وحريه الاختيار عند الانسان. فالشر ناتج من انه الانسان اختار. اوكي، حلو قوي انه احنا وصلنا لحته انه الشر مش من الله. الله عايز كل حاجه، ما عندوش شر، كل حاجه عنده حلوه، وانا مصدقه في ده قوي. بس بستغرب قوي فكره انه الاله اللي انا بؤمن بيه يقدر يعمل كل حاجه، عنده سلطان على كل حاجه، ومعجزات كتير تشهد بده، مش بس في الكتاب المقدس بس في حاجات في حياتنا. وببقى مصدقه وانا بقرا المعجزات وبحكيها بس مش ببقى قادره افهم. طب انت ليه بتقبل في الشر ده في حياتي انا؟ تقبل الالم في حياتي انا؟ مش قادر توقف الشر ولا ليه مش قادر توقف الشر ده؟ يعني هو ممكن يكون عايز ازود، بس يعني ممكن يكون قادر، بس هل هو مش عايز او يعني بيختار مثلا يوقفها في اوقات معينه واوقات لا؟ يعني على اساس ايه؟ او يعني هل هو مش عايز؟ اوكي، تعرفين الفكره دي اللي انا هقولها حالا اللي انتوا لسه بتقولوها برضو. في واحد فيلسوف يوناني زمان خالص قالها تقريبا سنه 300 قبل الميلاد، اسمه اكليبيوس، وجون دي كي قالها بعديه نفس الفكره دي بالظبط. هل ربنا عايز يمنع الشر بس مش قادر؟ فيبقى عاجز. ولو ربنا قادر يمنع الشر بس مش عايز، يبقى مش بيحبنا، يبقى مش صالح، مش كويس. فهل ربنا بس لو ربنا قادر وعايز يمنع الشر، امال ليه في شر؟ بالظبط، دي الفكره صح؟ ده السؤال. اوكي. دي الفكره اللي ناس كتير بتصدق فيها، اللي هي فكره الناتشراليزم او الماتيرياليزم، انه كل حاجه طبيعيه وربنا مش متدخل خالص. لان انت بتقولي لو ربنا صالح، واحنا اتعلمنا كده من واحنا صغيرين، ربنا كويس قوي. طب ازاي في شر؟ لانه لو ربنا كويس اكيد مش هيبقى في شر. فاحنا مش مقتنعين انه في ربنا، لانه بما ان احنا شايفين الشر قدام عينينا يبقى ربنا ده مش موجود، وكل حاجه طالعه طبيعيه جايه طبيعيا. يعني ناتشراليزم الفكره دي. وعايز افرق كمان بين حاجتين، يعني في اللي هو المورال ايفل والناتشرال ايفل. المورال ايفل اللي هو احنا بنلوم الانسان لما الانسان بيصنع شر بالانسان، فبنلوم الانسان. بس لما تحصل كوارث طبيعيه زي مثلا الزلازل او الفيضانات او براكين، او من كام شهر في ناس اطفال ماتت في امريكا في فيضان، كانوا في كامب، فده بقى نلوم مين؟ نلوم ربنا. انت بيقول ربنا موجود اهو وخلق الكون، يبقى ده ربنا. لما الانسان بيعمل شر بالانسان نلوم الانسان، بس ده هنلوم مين؟ هنلوم ربنا بقى. في فرق بين الاثنين دول. حتى ريتشارد داكنز I think هو اللي قال انه there is no good، كعباره كبيره كده طويله بينها there is no good there is no evil. وفي نفس الكتاب ده بيقول انه احداث 11 سبتمبر 9/11 ده كان شر. طب منين انت بتقول انه مفيش خير مفيش شر كل حاجه طبيعي، ومنين اعتبرت انه احداث 11 سبتمبر ده شر؟ يبقى انت بتقول انه في شر. الشر جه منين؟ فليه ربنا ما يشيلش الشر؟ اوكي، ده السؤال. لو هو عايز وصالح وقادر ليه ما يشيلوش؟ نفس الفكره تاني، لانه احنا بنسال ربنا حاجه عكس قانون المطلق. ربنا عنده القوانين بتاعته مطلقه كامله، فاحنا بنسال ربنا انه يصنع الانسان مره تانية من غير اراده حره. يعني كانك بتقول لربنا اوكي شيل من الانسان ده ارادته الحره، خليه رابط، انا هحركه يعمل اللي انا عايزه فما يعملش شر. ده عكس قانون المطلق اللي احنا اتخلقنا على شبهه، انه حريه الاراده، انه اختار زي ما انا عايز. واجان هو مش عايز ان انا اختار شر، بس انا بختار شر بارادتي الحره. فالفكره دي جايه من ان ربنا اختار انه بارادته الحره يدي للانسان حريه اختيار عشان يختار خير وشر. فاحنا بنسال ربنا حاجه عكس طبيعته، كانه بنقول له شيل من الانسان
اراده الانسان الحره دي، فما يختارش الشر. ما تنفعش، هو اختارك واختار حسبه شبهه انه يبقى في الانسان اراده حريه اراده انه يختار الخير والشر. من الاول خالص في تكوين 1 عدد 26 27 احب اقراها زي ما هي موجوده في الكتاب. من الاصل في خليقه الانسان قال الله نعمل الانسان على صورتنا كشبهنا فيتسلطون على سمك البحر وعلى طير السماء وعلى البهائم وعلى كل الارض وعلى جميع الدبابات التي تدب على الارض. فخلق الانسان على صورته، على صوره الله خلقه، ذكرا وانثى خلقهم. وانا يعني عايز اخد حته زياده في الحته دي، وعايز اقول انه كل الناس اللي يعني في الم بسبب شر معين حصل، الكلام عندنا سهل، وانا مش بحاول ابسط من الالم اللي بعض الناس متألمة منه، زي الكانسر، زي ناس عندها فشل كلوي، زي حد مشي من شغله بقاله 2 3 بيدور على شغل مش لاقي شغل، ظروف مادية قاسية جدا ومش عارف يصرف ازاي على الولاد، في ظروف صعبة، في ألم ناتج، في ناس عايشة في بلاد فيها حروب، كل يوم قنبلة بتنفجر وناس بتموت، ده شر، ده ألم. عايز اشارك معاكم بفكرة. يعني في ناس تقول طب احنا ذنبنا ايه؟ يعني ربنا اختار انه يدي للانسان حريه الاختيار. طب احنا ذنبنا ايه اللي اتألمنا؟ ايه حكمه ربنا في انه الشر ده يبقى موجود؟ خلاص سابه وعرفنا انه ما ينفعش يشيله، مع انه هو قادر وعايز يمنع الشر، بس هيبقى عكس طبيعته اللي هو صنعها في الانسان انه يختار بارادته. طب احنا ذنبنا ايه؟ عايز اقول لكل الناس اللي متألمه قصه ما اعرفش اخدتوا بالكم قبل كده منها ولا لا. في مرقس اصحاح 5 من عدد 21 ل 42، وانا عايز اقراها طويله شويه بس هتوضح الفكره دي، اوكي؟ لما اجتاز يسوع في السفينه ايضا الى العبر اجتمع اليه جمع كثير، وكان عند البحر واذا واحد من رؤساء المجمع اسمه يايروس. فاكرين القصه دي؟ بنت يايروس جاء اليه ولما رآه خر عند قدميه وطلب اليه كثيرا قائلا ابنتي الصغيره على اخر نسمه بتموت، ليتك تاتي وتضع يدك عليها لتشفى فتحيا. فمضى معه وتبعه جمع كثير وكانوا يزحمونه، وامرأة بنسف دم منذ 12 سنة، دي واحدة تانية خالص بقى لها 12 سنة عيانة، وقد تألمت كثيرا من أطباء كثيرين وأنفقت كل ما عندها ولم تنتفع شيئا بل صارت إلى حال الأرض. لو أنا بشوف القصة دي قبل ما أكمل، لو أنا مكان المسيح هفتكر إنه قبل ما أقرأ باقي الآية، لو أنا مش عارفها بقرأ باقي الإصحاح، هفتكر ان المسيح هيسيب كل اللي في ايديه ويروح بسرعه يشفي البنت اللي بقى لها اللي عمرها 12 سنه دي، لان دي على اخر نسمه. صح كده؟ صح. لما سمعت بيسوع جاءت في الجمع من وراء اللي هي المراه اللي بقى لها 12 سنه عيانه، امراه نزفه الدم، مست ثوبه لانها قالت ان مسست لو ثيابه شفيت، فللوقت جف ينبوع دمها وعلمت في جسمها انها قد برأت من الداء. فللوقت التفت يسوع بين الجمع شاعرا في نفسه بالقوه التي خرجت منه وقال من لمس ثيابي؟ فقال له تلاميذه انت تنظر الجمع يسحمك وتقول من لمسني؟ دخل في حوار، ده مش موضوع شافه، ده دخل رايح جاي في حوار مع المراه. وكان ينظر حوله ليرى التي فعلت هذا، واما المراه فجاءت وهي خائفه ومرتعده عالمه بما حصل لها، فخرت وقالت له الحق كله. فالمسيح يرد عليها تاني رايح جاي رايح، فقال لها يا ابن ايمانك قد شفاك، اذهبي بسلام وكوني صحيحه من دائك. اسمع كده بقى في عدد 35، بينما هو يتكلم جاءوا من دار رئيس المجمع قائلين على بنت يايروس ابنتك ماتت. انا عمال اقول لك على اخر نسمه، كانوا يايروس عايز يعني بيبص له عايز يقول له يعني ما انا قايل لك يعني انت عمال داخل الحوار كان المفروض تيجي بسرعه. ابنتك ماتت تتعب المعلم بعد. فسمع يسوع لوقته الكلمه التي قيلت فقال لرئيس المجمع ما تخافش لا تخاف آمن فقط. فدخل وقال لهم، لما دخل بقى راح للصبيه لماذا تضجون وتبكون؟ لم تمت الصبيه لكنها نائمه. فضحكوا عليه. اما هو فاخرج الجميع واخذ ابا الصبيه وامها والذين معه ودخل حيث كانت الصبيه مضطجعه وامسك بيد الصبيه وقال لها بالاراميه طليثة قومي، الذي تفسيره يا صبيه لك اقول قومي. وللوقت قامت الصبيه ومشت لانها كانت ابنه 12 سنه فبهتوا بهتا عظيما. انا دايما بقول ال12 وال12، في واحده بقى لها 12 سنه عيانه، بقى لها 12 سنه بتنفق كل ما عندها، امراه نزيفه الدم، وفي واحده عمرها 12 سنه على اخر يعني نفس. الطبيعي المنطقي لو احنا بنقرا القصه دي المسيح يسيب كل اللي في ايديه ويمشي بسرعه يروح يشفي البنت اللي عندها 12 سنه لانها بتموت، ويرجع تاني للست اللي عندها مرض بقاله 12 سنه. مش هيحصل حاجه خالص لو استنت ساعه ساعتين تاني، يجي لها تاني يوم الصبح، ما هي بقى لها 12 سنه. المنطق يقول ان الوقت هنا
مش في صالح البنت اللي عمرها 12 سنه. وده حال ناس كتير. الالم اللي انا عايش فيه مش بنتفه من الفكره انا ذنبي ايه، ربنا ادى حريه للانسان انه يعمل. طب انا اتألمت، انا في موقف صعب، انا مش عارف اعمل ايه، انا فقدت يعني ابوي وامي في حادثه عربيه، والولاد اعرف ناس ولادهم عندهم 10 سنين و12 سنه. ايه ذنب الناس دي؟ توقيت ربنا توقيته مختلف، وحكمته في انه يعمل ايه قبل ايه وامتى وليه وازاي. القصه دي بتقول انه لو انا مش عارف الاجابه 100% ليه سمح بهذا الموقف في حياتي، بس اكيد مش لانه مش بيحبني، اكيد انه بيحبني، اكيد انه مهتم بيا، واكيد عايز يشفيني. وشاف الاثنين. هو خفف البنت اللي عندها 12 سنه وقومها عشان المعجزه تبقى اعظم بكتير لما يشوف تلاميذه جزء منه والاب والام دي كانت ماتت، ده قومها من الموت. طيب يعني هو بيحبنا وهو صالح ومدينا حرية الاختيار، طب ليه الحرية دي ما طلعتش منها شوية انه ما يبقاش عندنا القدرة ان احنا نعمل شر اصلا؟ بالظبط، يعني بالذات ان انت كنت لسه بتقول ان الله كلية قدرة، فلو كده ليه اصلا ادانا قدرة عمل الشر؟ كان ممكن يدينا حرية من غير القدرة دي. انا معرفش انت بتعاني من ايه، الناس اللي بتسمع، بس ربنا قال ما تخافش. نفس الفكرة اللي قالها للاثنين. عشان يجاوب السؤال ده، هو ربنا ما كانش ربنا ينفع. عشان يجاوب السؤال ده، ربنا ينفع يشيل، كان يقدر لانه قادر على كل شيء. اوكي، فكر معايا في الفكرة دي. انا ومراتي لما قررنا نجيب ولاد 3 ولاد، اوكي، اشتركنا مع ربنا في ان احنا نجيب ولادنا، عشان احنا متاكدين انه الانسان ده اصل الهي، فكره الهيه، اختراع الهي. بس احنا اشتركنا انا ومراتي في ان احنا نجيب ولاد. وانا بجيب الولاد دي بعد اول طفل والتاني والتالت، انا عارف انه ممكن وهم كبار بعد 16 20 25 سنه يرفضوني، ما يقبلونيش، الناس ما تحبنيش، وهم صغيرين ما عندهمش قوي القدره دي. بس لما يكبروا انا عارف ان ممكن يقولوا انا مش عايزين، احنا في حالنا وانت في حالك، صح كده؟ بس انا ما فكرتش في الفكره دي انا ومراتي لما جبنا عيال، او اي حد بيسمع عنده ولاد. انت ما بتفكرش بالاسلوب ده، انت بتجيب الولاد لانك بتحب تجيب ولاد، وبتتوقع انه انت هتثمر فيهم وتنفست فيهم كل اللي عندك، وطاقتك ووقتك وفلوسك ومجهودك، وهتعلمهم ويبقوا ناس كويسه قوي قوي قوي، ويبقى في العلاقه دي بينك وبينهم. ربنا ما اتفاجئش، يعني هو عارف لما خلق الانسان انه في ناس هتصنع شر، ومع ذلك ما شالش منهم قدره وقابليه الشر. كويس؟ بس انا عايز الف في الحته دي بشكل مختلف. عايز اقول لكم ان السؤال ده وانا بذاكر بيتسال من سنين كتير قوي. ليه ربنا ما يشيلش الشر؟ ليه ربنا؟ على فكرة. سؤال منطقي جدا، لان هو هيكسب يعني كتير برضه لو عمل كده. الناس هتوقف الشر فهو ينبسط. بالظبط، هو هيبقى مبسوط مش هيبقى متضايق يعني. لا، يا اما فخ بقى اللي هو انت قدامك حاجه غلط بس يعني ايه متاح تعملها، بس انت بقى وحريتك. ليه ربنا سامح بيه؟ ليه ربنا ما كان ينفع يشيله؟ كان ينفع بس ما عملش كده. السؤال ده بيتسال من زمان، كويس؟ ومالوش اجابه. احنا ما عندناش اجابه في الكتاب المقدس من العهد القديم للعهد الجديد ليه ربنا سامح بهذا الالم. فاحنا عندنا 3 4 حاجات ينفع تقول لنا انه احنا مش عارفين نجاوب السؤال ده، ليه ربنا ما ينفعش يوقفه، ليه سمح بيه في حياتي. بس ينفع يقول او فكروا معايا، ينفع نشوف في الصليب انه عندنا evidence، عندنا ادله كافيه انه نصدق هذا الاله اللي سمح بهذا الالم اللي ما شالوش مني، ان اصدق فيه من خلال الصليب. ما جاوبنيش على السؤال ليه حصل، ليه متساب، ليه انا عديت بالامر ده، ليه مش عارف اوكل ولادي، ليه بقالي كتير مش لاقي شغل، ليه حصل مرض في العيله، ليه فقدت مش عارف مين ومين ومين. طب عندي نغير السؤال، اتفقنا. ينفع اشوف في الصليب ادله كافيه تخليني اصدق في ان ربنا ده ينفع اصدق فيه؟ انت اللي قول لنا. 3 4 حاجات. 1، انه شارك في الالام الانسانيه، انه ما سابنيش فوق يا جماعه مع بعضيكم بقى شوفوا انتوا هتعملوا ايه. لا لا لا، ده اشترك فيهم. يعني بص الايات الجميله دي في عبرانيين 5 عدد 7 ل8، ودي نقطه جوهريه رهيبه، انه الله شارك معايا الام الانسانيه والبشريه اللي انا بعدي بيها، مشي معايا السكه دي، حس باللي انا حاسه، فهم اللي انا مش قادر افهمه بس انا بعيشه وبختبره
ووجعني من كام يوم. قبل ما اقرا الايات، قبل ما اجي على طول من السفر، ابني اتعور، فبقول له يعني انا بحاول اخفف عليه الوجع وكده، فبقول له ما تفكرش فيها. فهو يعني عنده 5 سنين، it hurts، هي وجعاني، هو عنده حق يعني، انا مهما قلت هي بتوجع. فعبرانيين 5 عدد 7-8، الذي في ايام جسده على المسيح اذ قدم بصراخ شديد ودموع طلبات وتضرعات للقادر ان يخلصه من الموت وسمع له من اجل تقواه. اسمع، مع كونه ابنا تعلم الطاعه مما تألم به. عبرانيين 2 عدد 14 و17 و18، فإذ قد تشارك الأولاد في اللحم والدم اشترك هو أيضا كذلك فيهما لكي يبيد بالموت ذلك الذي له سلطان الموت أي إبليس، من ثم كان ينبغي أن يشبه إخوته في كل شيء لكي يكون رحيما ورئيس كهنة أمينا فيما لله حتى يكفر خطايا الشعب، لأنه فيما هو قد تألم مجربا يقدر أن يعين المجربين. ودي نقطة مهمة. فدي النقطة الأولانية، إنه في الصليب بيقول لي لا هو شال معايا الشيلة، هو اتألم زيي، هو حاسس باللي أنا حاسس بيه لأنه تألم مثلي. وآلام الصليب ملهاش أي مقارنة وعلاقة بآلام اللي أنا بعدي بيها. مش بتفهم الألم بتاعي، بس بص على الصليب. ال3 ساعات الأولانيين دول الآلام الجسدية والنفسية غير ال3 ساعات التانية اللي على الصليب، وهو بيدفع ثمن الخطايا كلها. ده وضع عليه اسم جماعي بقى خطية. دي آلام رهيبة. اوكي. 2، في الصليب بيقولوا ان دي مش الآخرة، ده مش الآخر. في ألم دلوقتي بس الألم ده مؤقت. وعلى فكرة ده في المسيحية بس. يعني البوذية مثلا بيؤمنوا انه مفيش حياة بعد الحياة دي، الحياة دي آخرها كده، أنا أعيش 70-80 سنة وخلاص كده. في الصليب بيديني أمل انه في حياة أبدية، فبيديني رجاء انه الألم اللي أنا عايش فيه دلوقتي ده لغرض معين أنا مش فاهمه ليه هيخلص. مش بس هيخلص، ده فوق بقى اللي وعدني بيه ده الأبدي. اسمع عنه في رؤيا صح 21 عدد 4، وسيمسح الله كل دمع من عيونهم والموت لا يكون فيما بعد ولا يكون حزن ولا صراخ ولا وجع فيما بعد لأن الأمور الأولى خلصت قد مضى. وده رجاء رهيب. رمية 8-18، فإني أحسب، بولس بيقول إني أحسب أن آلام الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فينا. ففي الصليب بشوف إنه في أمل. شارك معايا اللي أنا متوجع بيه وعندي أمل إنه في الآخر ده هيخلص. 3، ودي نقطة مهمة جدا، إنه في جادجمنت، إنه في الآخر كل واحد هيدفع فاتورته، هيحاسب على فاتورته. مفيش دينونة على الذين هم في المسيح، بس الشر اللي حد عمله وأذى حد تاني وطلع من خلاله ألم أنا اتوجعت هيتحاسب عليه. وده قمة العدل. في روميا أصحاح 2 عدد 5-6، ولكنك من أجل قساوتك وقلبك غير التائب تزخر نفسك غضبا في يوم الغضب واستعلان دينونة الله العادلة الذي سيجازي كل واحد حسب أعماله. يقول نفس الفكرة في رؤيا أصحاح 20 عدد 12، ورأيت الأموات صغارا وكبارا واقفين أمام الله وانفتحت أسفار، وانفتح سفر آخر هو سفر الحياة اللي اسمعنا مكتوب فيه كمؤمنين بالمسيح، ودين الأموات مما هو مكتوب في الأسفار بحسب أعمالهم. فاللي عمل بيا شر ده هيتحاسب. أنا مش عارف أجيبه دلوقتي، مش عارف أتصرف دلوقتي، مش هيفلت. ففي الصليب بنشوف ال3 حاجات دول. أنا مش عارف أجاوب على السؤال ليه، إيه الفكرة، مش فاهم. وكأنه على فكرة برضه دي فكرة تانية، كأني لما أعرف الإكسبلينيشن لما حد يجاوبني ليه هستريح. هو على فكرة الألم هيبقى لسه موجود، ممكن يريح سنة إن نفهم ليه، بس في بعض المواقف حتى لو أنت فهمت هو الألم لسه موجود لغرض ما. في الصليب على الأقل بيديني طمأنينة إنه في ما يكفي إن أصدق في ربنا ده اللي سمح بالألم ده. حاجة تانية وأخيرة عايز أقولها، وإحنا مش بنحب نتكلم في الحتة دي بس دي الحقيقة، إحنا ما بنحبش نتوجع، ما بنحبش نتألم. ما حدش فينا بيحب إنه يتوجع، صح كده؟ بس بيقول حاجة مهمة جدا في يعقوب 1 أصحاح 1 عدد 2 و4، احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة عالمين أن امتحان إيمانكم ينشئ صبرا، وما الصبر فليكن له عمل تام لكي تكونوا تامين وكاملين غير ناقصين في شيء. الألم بيكبر الشخصية.
من الظروف الصعبه والضيقه اللي انا بمر بيها بيشيب الكاركتر. يعني دايما ساعات بقول حاجه باستر ريك وارن كان دايما بيقولها، احنا we want the product without the process. مش تنفع، احنا عايزين حاجه قبل ما نعدي فيها. وعلى فكره الديستنيشن بتاعك انك توصل لغايه الاخر، الجورني نفسها مع المسيح، السكه دي اللي فيها الم وفيها وجع وفيها تعب وفيها اختبار وفيها نصره وفيها الشخصيه بتتغير وفيها بتنشف وفيها حاجه تانية كمان مهمه. احنا في السماء زي ما كنا بنقرا، احنا ما عندناش حزن ولا وجع ولا فين تاني مكان واحنا في الالم ينفع فيه نحمد ربنا ونشكره، مش بس على لما يكون الدنيا زي الفل والوقت ماشي 100 مفيش غير هنا في الارض، لانه في السماء مفيش وجع اصلا. فواحنا هنا عندنا فرصه واحنا في الالم احنا مصدقين فيه وماشيين مع السكه ولازقين فيه. وعلى فكره علميا اثبت انه الناس اللي بتعدي في ضيقه شخصياتهم انشف واصلح واقوى، بيعرفوا يواجهوا الصعاب احسن، يفكروا افضل. لو كل حاجه متاحه وكل حاجه سهله كله 100 الشخصيه مش بتتشيب. واحنا ما بنحبش الالم، بس ده وسيله تول ربنا من خلاله بيشيب الكاركتر. مش عايز اتفه من الالم، لانه الكلام برضو مره تانية بنقول انه سهل، بس في الصليب ربنا ورانا حاجات ما كانش ينفع تتعمل غير من الصليب. فعندي اجابه ما تجاوبش على السؤال الاولاني، بس ينفع تجاوبني على السؤال يقربني انه اصدق فيه، وده مهم انه ماشي معايا السكه. وعلى فكره الناس اللي بتقول اصل هننسى مع الوقت الدنيا بتبقى احسن، احنا مع الوقت لا، هو مع الوقت على فكره الدنيا مش هتبقى احسن. انت يمكن تنسى اقل الحادث المروع اللي حصل، بس الوقت ما بيخففش. ومهم جدا ان انا اطلع اللي جوايا ناحيه ربنا. والناس اللي شعر بالالم، اشعياء 61 يقول ايه جميله جدا في اخرها خالص، يعتق المسبيين والمقصورين. ده اللي المسيح عايز يعمله. وهنا في فرق بين الاثنين، وعايز اختم بالحته دي. المقصور ده نتيجه انه هو صنع شر بحد تاني. المسبي هو اتصنع بيه شر ملوش ذنب فيه، بس الاثنين مسبيين، الاثنين متألمين. وهنا بيقول المسيح عايز يطلع الاثنين، عايز يطلقهم، عايز يحررهم من الألم، من الوجع. المقصور ده سبب انه يوجع حد تاني بسبب شره، بسبب ظلمه، بسبب قهره. والمسبي اللي متألم بسبب الظروف اللي واقع فيها. الله عايز يطلق الاثنين، وفي الصليب بيدينا امل ورجاء انه في الاخر ده هيخلص، وانه مشي معايا السكه دي زي ما انا متألم، بل بالعكس اكتر بكتير. يعني تقريبا شكرا قوي يا شادي، فتحت عينينا على حاجات ما كناش واخدين بالنا منها خالص. قوي. شكرا يا شادي. ثانك يو يا شباب. اتمنى انه الاجابه توصل شويه الناس اللي متألمه. تعالوا ناخد بريك ونكمل بعديها باقي الاسئله. اوكي.